ترفض المملكة بشكل قاطع أي إملاءات أو تدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال. نعم، إنها حرب ضروس تستهدف أبناء هذه الطائفة، والآن يتوجب أصبح واجب شرعي أن تهب الأمم، أن تهب الأمة المجتمعات لإنقاذ ما تبقى من هذه الطائفة، وإلا فهم يستهدفون محوها من الأرض. يجب أن نرى عمل إيجابي، ونستعمل كل وسائل العصر الحديثة لخدمة الإسلام. إن هذا النداء الصارخ أوجهه لبان كي مون، أوجهه للولايات المتحدة، أوجهه لأوروبا، أوجهه للعالم الذي يدعي أنه متحضر. أقول لهم قد سقطت نظريتكم، قد سقطت دعواكم، قد سقطت كل ما تدعونه سقط وانتهى. أين ما تدعونه من تمدن وحماية حقوق الناس وأنتم تسمعون القتلى، ترون القتلى وتسمعون صراخ اليتامى وعويل الأسرى؟ أين في دعواكم؟ أين هذا الذي تحاربون وتقولون أنكم تحاربون من أجل حقوق الإنسان والتمدن والتحضر؟ هذا نداء يكشف زيفكم إن لم تهبوا فورا لإنقاذنا وإنقاذنا من بطش هؤلاء الطغم الحاكمة المتسلطة والتي تأتمر أولا وأخيرا بأمركم. ما في أحلى من الشهادة. كلمة أخيرة سيدنا إلى الأخوان في المنطقة الشرقية. أقول أن الصمود والثبات هو طريق النصر، وإن التراجع هو بداية الانتهاء، بداية نهايتنا. هؤلاء القوم الشرسون المناوئون الأعداء إنما اليوم يجربون إن تراجعنا أكملوا علينا عن آخر حل ثالث أبدا. الحل الوحيد إما أن ننتصر أو ننفلي. نحن صامدون وصابرون وثابتون على طريق الحق، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى يمتحننا، وإننا ناجحون بإذن الله في هذا الامتحان، وإن العاقبة للمتقين. هذا وعد الله، هذا وعد الله، وهذه رسالة رسول الله. العاقبة للمتقين، ونحن إن شاء الله محسوبون من المتقين، وشهدائنا شموعنا، ولن نركع أبدا إلا لله سبحانه، لن نركع لمخلوق قط. نحن أبناء حجرة وأبناء الحسين، لا نركع إلا لخالقنا. اللهم تقبل قرابيننا، اللهم تقبل منا قرابيننا، اللهم تقبل قرابيننا يا أرحم الراحمين.